أهلا بيكم. يا ريت بعد الفيديو ده ناخد قرار لو شفت حد مخنوق من أهل بيتك، من جيرانك، من أهلك، من زمايلك في الشغل. قول له مالك، احكي لي، خليه يفضفض معاك، وتأكد إن عملك ده جبر خاطر وواجب عليا وعليك. وكلنا معرضين إن احنا نقول: اسرقيني أيتها المقابر، فالحياة قد ماتت بداخلي. ده كان واحد من بوستات كتير حطها المغفور له الأستاذ أحمد رمضان صوفي، مدرس تربية فنية بالفيوم بمدرسة أبو السعود. وآخر حاجة قالها قبل الشهادة إنه كان بيدعي على زوجته ويحاسبن عليها، وقال إنه عايش في نكد ليل ونهار بسبب زوجته، وإن ما عندوش أي مشاكل مادية. تخيل تخيل لما زوجة توصل زوجها للحالة دي. وصل لمرحلة صعبة من اليأس وملقاش حد يسنده ولا يطبطب عليه ويسمعه ويحتويه. حتى أقرب الناس ليه سابته يعمل كده في نفسه. يا ترى أنا وإنت منتظرين إيه؟ كان لازم نقول: واجب على كل حد يشوف زميله في أزمة أو مشكلة يقف معاه ولو بكلمة أو نصيحة أو استشارة. رجاء من كل زوجة: ارحمي زوجك وساعديه وخففي عنه متاعب الشغل. خلي البيت يكون فيه مودة ورحمة وحب متبادل. اسمعوا بعض، اتكلموا مع بعض، خدوا رأي بعض. وما تنساش جبر الخاطر ليه أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى.